كمال بن حمودة، أستاذ في معهد الفنون والحرف بقابس، صاحب قناة على اليوتيوب كمال بن حمودة. الهدف برشا ناس تسأل يقولوا كيفاش هو يعمل النهار كله هو يصور في المدينة وداخل المدينة ونهار كله هو يدور من مكان إلى مكان. الهدف نتاعي أني نظهر الثراء نتاع المدينة هذه، المدينة هذه اللي عندي فيها برشا ذكريات كيما الناس الكل وكيما السكان الكل نتاع مدينة صفاقس. أنا كل واحد عنده ذكريات سواء في المنهج نتاعها ولا في هذاك المرشي في الأسواق في الديار اللي يسكن في داخل المدينة العربي، عنده ذكريات الطفولة والوقت اللي كانوا يسكنوا فيها. الهدف نتاعي يعني ننشر، الناس تعرف المدينة هذه وثراء المدينة هذه، وعلى أساس أنه تحاول الأطراف الكل تشتغل على المدينة باش تكون مدينة سياحية يجيوها السياح سواء من داخل المدينة، من داخل تونس أو من خارج تونس. نشر الثقافة ونشر المعلومات ونشر الحضارة ونشر أنه تاريخ البلاد هذايا مهم جدا للأجيال اللي مش تجي وللأجيال هذيا اللي عايشة. خاطر اللي ينقص المدن هذيا الساحلية، أنا نعتقد أنه مدينة صفاقس من المناطق ولا المدن الساحلية اللي ما فيهاش سياحة ثقافية ولا سياحة، على خاطر لا تملك شواطئ ولا تملك سواحل باهية كيما مدينة سوسة ولا كيما مدينة الحمامات ولا كيما مدينة نابل ولا كيما المدن ولا تونس العاصمة زادة. دونك على أساس هذا نشر الثقافة باش تخليها ثم ثقافة، سياحة ثقافية. الموروث والمخزون اللي موجود فيها مهم جدا، مهم ثراء كبير برشا. المشروع نتاعي يعني بعد ما ننشر الثقافة والثراء المدينة مدينة صفاقس، أنا ننتقل إلى المدن الأخرى. شوف المدن الأخرى اللي محرومة أنه الناس تمشي تعرفها وأن الناس تمشي تزورها. عندنا خاصيات الناس تمشي لولاية القيروان في المولد، صفاقس ما نعرفش تعداو ولا الناس بالشمال باش يمشيو للجنوب يمشيو لجربة. دونك مش المهمة نتاعي يعني نحب نظهر الخاصيات الثقافية سواء في التراث المادي أو التراث الغير مادي لكل من مدينة ولكل منطقة، لكل تركينة من تراكن تونس الجميلة اللي نحبوا نشعوا بها ونحبوا نظهروا ميزاتها والبصمة نتاع كل منطقة. كل منطقة عندها بصمة في في الموروث في اللغة. ها تشوفوا أنتم الكلام اللي موجود، كل منطقة عندها لهجة خاصة بها وكل لهجة ذيك تتغير. كل منطقة عندها لبسة خاصة بها، كل منطقة عندها بناء خاص بها، هندسة معمارية خاصة بها. كل منطقة عندها عاداتها وتقاليدها، كل منطقة عندها موسيقتها، كل منطقة عندها ألحانها، كل منطقة عندها ما نعرفش الثراء الكل. حبينا احنا نظهروه باش نخدموا على المشروع اللي نحبه أنا إن تونس تولي كلها مدنها الكل وقراها الكل تكون تشع على العالم ويعرف الثقافة نتاعها. أنا المتابعين اللي يتابعوا فيها في اليوتيوب أكثريتهم مش من تونس. نعرف اللي عندي برشا أصحاب على الفيسبوك فوق 5000، لكن اللي يعطيني اليوتيوب يقول لي شكون يتبع فيك وشكون اللي يزابوني نتاعي أكثريتهم من الجزائر من فرنسا من إيطاليا. بعض منهم اللي هم من تونس ما نعرفش علاش، يمكن برشا مش مهتمين بالشيء اللي نعمل فيه. نحب التشجيع منكم انتم انه تقدموا ديزابونمون ولا تدخلوا تشاهدوا اللي نعمل فيه في اليوتيوب باش تشجعوني انا نواصل المشوار. انا مش نواصل، حتى كان ما شجعتونيش انا مش نواصل. مش مانيش باش ناقص. عندي عامين وانا نخدم في المشروع هذا. بديت صفاقس كبيره برشا، عندي عامين وانا ندور من بلاصه لبلاصه. دونك ما كملتش ما وفيتش فيها فوق 80 معلم ديني من ولي ومن مقامات، ما فيها منازل بالآلاف، فيها أزقة، فيها دي مارشي، فيها ثراء كبير. دونك مهمتي أني ننتقل للمدن الأخرى، نحاول أني نوصل حكاية من حكايات تونس إلى التوانسة وإلى خارج تونس باش الناس على الأقل تشوف عندنا ذاكرة كبيرة وعندنا مخزون تراثي كبير برشا. مش مختص في التراث، مانيش معناتها برشا يلوم عليا يقول لك تدخل روحك في التراث وتحكي برشا على التراث. مانيش مختص في التراث، انا نحب نوصل ميساج للتوانسه والخارج التوانسه انه صفاقس المدن الكل بتاع تونس اللي هم فيهم سياحه نجم تكون فيهم سياحه ثقافيه،
السياحة الثقافية راهي تمشي تزور المعالم نتاعها، تدخل تشوف الزيتون نتاعها، تدخل تشوف تو مثلًا صفاقس معروفة بالزيت، أنا مش سيركوي نتاع الزيت ونشوفوا الشجر ونشوفوا هاكا 90.000.000 زيتونة على اشتراهم في ولاية صفاقس فوق ال45.000 45.000.000 زيتونة، دوك فما منازل وفما معالم وفما حاجات كبيرة برشا تعداو بها المدن هذيا، المدن القديمة فما المدينة التاريخية فما مواقع أثرية، في تونس فما 45.000 موقع، إحنا ما نعرفوش منهم حتى 20، كان نجيو للتوانسة نقولوا سمينا المواقع الأثرية في تونس نسمي لك ما يفوتش 20 موقع، يقول لك الجم كرتاج يقول لك هو كيف في صفاقس، في صفاقس فما برشا مواقع أثرية، الصفاقسيين ما يعرفوهاش، كيما في قابس، كيما في في المدن المجاورة، وكيما في تطاوين وفي قبلي وفي الجنوب ماذا بيا أنا مهمتي إني نظهر الثراء اللي موجود في الجنوب، خاطر الجنوب ثري كبير برشا، كنز اكتشفت إن الجنوب كنز، راك تشوف العولمة اللي نحكيو فيها إنه باش نختصروا باش نوصلوا للأشياء الانترناسيونال لازمنا نحطوا الخصوصيات نتاعنا في كل شيء، في الفنون، المخزون الموروث اللي خلاوه أجداد واللي خلاوه الناس القديمة إنه نجمو نخدموا عليه ونصنعوا عليه ونركبوا عليه ونوصلوا للعالمية، خاطر توا في التقنيات الرقمية وفي الذكاء الاصطناعي اللي يقول عليه ما نجموش نزاحموا احنا التطور التكنولوجي مدن تخدم بطريقة أخرى، احنا باش نوريو لهم ثقافتنا ونوريو لهم حضارتنا، نوريو لهم كرتاج نتاعنا اللي كانت كيفاش منتشرة في العالم الكل وفي البحر الأبيض المتوسط، باش ما قعدنا ساكتين وقعدنا نتفرجوا، دونك المهم كل واحد عنده طاش يعملها من بين المهام اللي باش يقوم بها اللي نظهر بصمة نتاع جدود تعداتنا احنا بالتوانسة بالخارج التوانسة باش يجيو السياح، دونك نتمنى اني وصلت المعلومة كما يمكن ان تكون، باش ما يقولوش اش بيه يصور نهار الكل في البلاد العربية النهار الكل هو يدور بك الكاميرا يصور من نهج لنهج ومن زنقة لزنقة، على الأقل فما حكاية نحب نوصلها، فما مشروع داخلي نحب نوصلو للتوانسة الكل. إلى اللقاء.